ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحه واحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده محشي الكرنب. هنشوف هنعمل ازاي مع بعض اهوت. انا معنا كرنبه اهيت متوسطه اهي، هنقطعها مع بعض. هنشوف هنعمل ايه مع بعض اهو يا حبايب قلبي. الكرنبه بتاعتنا معنا حله على النار فيها شويه ميه عشان يتفور، عشان تغلي الكرنب. وهننزل عليها بمعلقه ملح، هنسيبها تغلي عما نقطع الورق بتاعنا. معنا الكرنبه اهيت، هنقطعها بالطريقه ديت اهي، واحدة واحدة كده بالسكينة، وبتخلصي من الراس واحدة واحدة عشان ايه؟ مش الورق مش تبوظ منك اهي يا حبايب قلبي. لو الكرنبة بتاعك الورق بتاعها مش ملفوف على بعضه بتكون سهلة معاكي في التقطيع وبتقطعها بسهولة. لو الورق بتاعها ملفوف معاكي بتتخلصي من الراس اللي هي الوسطانية ديت، بس بتجوريها كده بالسكينة من النص، وبتنزلي بالورق كلته في الحلة، وبيبدأ يفك معاكي واحدة واحدة اهو يا حبايب قلبي. وادي المية بتاعتنا اهي بتفور اهي من الجناب اهي، والكرنبة بتاعتنا اهي بعد ما قطعناها اهوت. هنبدأ ننزل بالورق الابيض اول رصة في الكرنب اهو يا حبايب قلبي. هننزل بالورق اهوت، تبدأي تنزلي واحدة واحدة اهوت عشان الورق بتاعك مش يتكسر. هو الورق اول ما يشم ريحة المية السخنة هيدبل وينزل لوحده اهو يا حبايب قلبي. الكرنب بالشتا مش بياخد وقت على النار، يعني دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده بيكون الورق انسلق معاكي اهو يا حبايبي. لو انت عايزة تعرفي الورق استوى ولا ايه بتضغطي على الورق كده بايديكي. لو لقيتي ايديكي سهولة كده عملت في الورق، الورق لنتحت ايدك كده الورقة استوت. وبعدين الورقة بتاعتك لو السوا بتاعها زايد شوية بتنزلي على طول بمية بتنزلي بيها تحت الحنفية في مية ساقعة على طول. ودي منظر الورقة بتاعتنا هي بعد ما استوت اهي، بتحس ان هي لاينة جدا منك اهيت اهو. نغطس الورق بالراحة كلها في المية كده عشان يستوي. وبتحضري صينية بتطلع عليها الورق، بتحطيه بعيد عن بعضه علشان الورق لما بنحط على بعضه السوا بتاعه بيزيد. فانتي مطلعاه مظبوط تفرديه على الصينية، ناقص سوا بتحطيه فوق بعض. لو سوا بتاعه زايد بتنزلي بيه بمية في مية ساقعة على طول تحت الحنفية او في طبق فيه مية، يقوم بيقلل من السوا بتاعه. ده الرصة التانية اهي معانا اهي. هنعمل كلياته بنفس الطريقة، نسلقه كلياته، نسلق الورق بالطريقة ديت اهو يا حبايب قلبي. هنجيب حلة على النار اللي هتعملي فيها الصلصة، بتنزلي بنص كوباية من الزيت وبمعلقة كبيرة من السمنة او من الزبدة، والورق بتاعنا اهو جنبينا اهو هنقطع فيه واحنا بنحضر الصلصة. تمسكي الورقة بالطريقة ديت وبتيجي على العرق اللي في النص وبتقطعيه بالطريقة دي، وبتلفي الورقة نظام رول كده، وبتبدأي تقطع الورقة حسب حجم المحشية بتاعتك، حسب ما انت بتحبيها. محشية طويلة محشية قصيرة حسب ما انت عايزاها. حجم المحشية انت بتتحكمي فيها من الورق اهو. معنا الورق التاني اهو هنعمل كلها بنفس الطريقة ديت. بتجيب الورقة وتلفها زي الرول كده على ايدكي، وبتمسكي الورقة تقطعيه بالطريقة دي. اسهل طريقة وفي ثانية وانت جنبيك وانت بتعملي الصلصة، كل وانت واقفة على البوتاجاز في ثانية بتكوني خلصتي كل حاجة في ثانية. وهي حبيبة قلبي بتلفي الورقة بالطريقة دي رول كده، تمسكيها تقطعيها كده اهي. عنا برضو على النار على السمنة اللي احنا حاطينها هي والزيت اهو. دي نص كوباية من الزيت مع معلقة من السمنة او الزبدة حسب راحتكي، بس الزبدة او السمنة البلدي بتديها طعم. بتنزلي بثلاث بصلات متقطعين وسط في السمنة والزبدة اول ما تنجدع، بس انتي بتقطعيهم على ايديكي مش تبشريهم ولا تحطهم في الكبة. المحشي بيحب البصل يكون كتير ويكون خشن شوي اهو. هنرجع برضو للورق بتاعنا اهو بنقطعه جنبينا واحنا بنعمل الصلصة اهوت، عشان مش تاخدي وقت في المطبخ، يعني ايدك في دي وايدك في دي في ثانية بتكوني مخلصة كل حاجة اهو يا حبايب قلبي. مع بعض اهو تقطعت الورق اهوت
مش هياخد معاكي وقت في ثانية. الورق اهو مفردة بعيد عن بعض اهوت عشان مش يزيد سوا لان مطلعاه مظبوط اهو. زي ما قلتلكي حاسين هو مظبوط بتفرديه بعيد عن بعض وناقص سوا بتحطيه على بعض. الورقة معاكي في رصة منهم استوت شوية بتنزلي بقى في مية سخنة اهو يا حبيبي قلبي. بتحمري البصل اهوت عشان تدبل. انا مش عايزة البصلة تحمر، انا عايزاها يا دوب تدبل لان المحشي مش عايزة البصل بتاعه احمر. اهي البصلة معنا بتدبل اهي، شايفينها بالطريقة ديت. عايزة توصل يا دوب تدبل بس. خدت معنا اللون ده اهو. طبعا انا محضرة قرنين فلفل مقطعاهم حسب ما انت عايزة، عايزة فلفل رومي، عايزة فلفل سبايسي حار، زي ما انت عايزة اهوت. مقطعة قرن فلفل كبير اهوت ونزلت بيه فوق البصل اهوت عشان يتبلوا مع بعض. هقعد اقلب فيهم لغاية لما يتبلوا مع بعض، يا دوبهم سنة حمار بسيطة كده فيهم. هنشوف مع بعض هنوصل للون الايه. ويا حبيبي بعد ما وصلنا للون ده هما الاتنين دبلوا مع بعض، لونهم بس يتغير كده يبدأ يتغير اهو. مش عايزة احمرهم خالص. هنزل بالبهار بتاعنا، معلقة من الكزبرة، معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة بابريكا، معلقة ملح، من كل حاجة معلقة اهو. والحدق انت تتحكمي فيه بعدين اما تقلب الخلطة. هديهم تقلبتين مع البصلة هما عشان البابريكا تديها لون. وبنزل بشفشفين طماطم، كيلو الرز المصري عليه شفشف طماطم. انا هحشي كرنب ومعايا شويه فلفل وباذنجان فعامله التسبيكه كبيره شويه، لان لو الكرنبه ديت فالكرنبه ديت مش هتاخد يعني اكتر من نص كيلو رز، لان الكرنبه الكبيره معدلها كيلو رز مصري مغسول كويس. هنزل بالطماطم اهي من غير ما اصفيها، طماطم المحشي مش بتتصفى هي حبايب قلبي. هنزل بقى هي على البصل على الفلفل على البهار بتاعنا اهوت، وهسيبها تتسبك مع نفسيها على بال ما انجي الرز واعمل الخضره اجهز حاجه المحشي برضو، بحيث ان انا مش هاخد وقت في ثانيه كده اكون مخلصه كله. اهو يا حبايب قلبي اهوت. هديها تقلبتين واسيبها على نار وسط وعيني عليها، على كل شويه اديها تقليب عشان ايه مش تشيط مني. اهو يا حبايب قلبي هغطيها واسيبها. وادي الورق بتاعنا اهو اتقطع اهوت وجاهز اهوت. ودي الصلصه بتاعتنا اهي بعد ما اتسبكت اهيت. صلصه المحشي لازم تكون متسبكه كويس، بتاعت الكرنب لازم تكون ناشفه وتكون متسبكه كويس. ونزلت عليها بنص معلقه من السكر بعد ما فصلت، نسيت احط السكر، نزلت بنص معلقه من السكر. هحش كبشه كده من الصلصه، هقولكوا عايزاها بعد كده لايه اهون. وهجيب الطبق اللي هحشي فيه، هنزل بالرز بتاعنا اهوت متنجم ومغسول ومتصفي كويس اهون، مش في اي حاجه خالص اهوت. هجيب حاجة واسعة عشان احشي فيها، وهنزل ببصلة. البصلة دي بتديها طعم ونفس كويس جدا للمحشي. وهنزل بحزمة من البقدونس وحزمة من الشبت اهوت. مش حاطة كزبرة خالص في المحشي بتاعنا محشي الكرنب، لان الكزبرة بتغير طعمه. فانا هنزل بحزمة من البقدونس وحزمة من الشبت اهوت. والصلصة بتاعتنا هي لو عينتكي وقت ممكن تسيبيها بس دقيقتين تهدى بس، ماشي. مش في عادي بتنزلي بيها على الرز عادي، بس عشان ممكن تخلي الرز بس يسرد مية بس اهون. تنزلي بالصلصة اهيت على دي الخلطة بتاعت المحشي اهيت. البقدونس والشبت مع الرز مع الصلصة بتديهم تقليبة، بتقلبيهم كلاتهم مع بعضهم، تخلط المكونات مع بعضها وبتظبط حدق الرز. وانتي بتقلبي كده بتشوفي الرز بتاعك حدقه مظبوط. بتنزلي بمعلقتين كمان 3 هما من الزيت، بيدي للرز لمعة معانا وبيخليه مفلفل وحلو. لمحشي لأي رز بتاع محشي بيديله لمعة وبيخليه مفلفل وشكله كويس. اهو يا حبيب قلبي نقلب كل المكونات دي مع بعضيها اهو. بدوق حدق الرز اهوت
بشوف حدقه لقيته ناقص ملح، عايزة شوية ملح، عايز زي معلقة كبيرة كده من الملح اهوت. الحدق ديت ده حسب راحتكي انت اللي بتتحكمي فيه، حباه عدم الملح او ملحه مظبوط. فانا حاسه ان هو ملحه ناقص خالص، زودته معلقة كبيرة من الملح اهوت، وهقلبه كويس اهو. بصراحة ريحة الخلطة جميلة، والخلطة حتى منظرها يفتح النفس. خلطة كويسة اهيت، متسابكة معانا كويس، والطماطم كتيرة وكويسة، والخضرة اهي مظبوطة اهيت. اهي هتجيبي الحلة اللي هتحشي فيها حسب الكرومبة بتاعتكي، ومعنى العروق اللي هي بتاعت الورق اللي احنا خرعناها من النص ديت اهيت. هنخرطها اهيت خرط صغيرة، وهنفرشها في جر الحلة اهيت. اهيت بتخرطيها وبتنزلي بيها، بتعملها زي فرشة كده للمحشي، عشان المحشي لو امشي يشوط منك ولا يلسع. لو عندك ورق اخضر مستغنية عنه ممكن تحطيه بدل العروق. وهيت الاطراف بتاعت الخضرة، العروق بتاعت الخضرة اهيت بتدي ريحة جميلة جدا للمحشي. بدل ما ترميها لا بتحطيها تحت، بتبقى نظام فرشة وبتدي ريحة وبتدي طعم كويس برضو. بتجيبي الورق الاخضر اللي انت قطعتيه، دي اول طبقة. لو حابة انت مش تحطي عروق وتحطي ورق من دي تحت عادي بتحطيه، بس العروق بتساعد ان هو يفور اكتر من تحت. اهو بتجيبي الورق الاخضر اهوت، وبتبداي تحشيه تلفيه كده، تعملي الطبقة الاولانية اللي هو المحشي الاخضر. في ناس مش بتحبه عادي، ممكن انت تخلصي منه حبة تاكليه عادي، يعني هو محشي، هو يعني مش حاجة يعني. بس في ناس مش بتبقى حابة الورقة الخضرا دي، مع ان هي مفيدة جدا يعني. اهوت تمسكي الورقة كده وبتحطي فيها الخلطة بتاعتنا اهوت، اهو بتلفيها كده. مش باخد اي وقت خالص، ولا بياخد اي مجهود خالص. المحشي بتاعنا دخلنا المطبخ وخلصناه في دقايق اهوت، مش هياخد معك اي وقت خالص. اهو يا حبايب قلبي. دي تقطيعة الورق اللي احنا قطعناها. حابة ان انتي بتكبري الورقة بتكبريها، حابة ان انتي بتصغريها عن كده بتصغريها. التقطيع دي حسب راحتكي انتي اللي بتتحكمي فيه. اهوت هعمل الطبقة الاولانية هي كلها من الورق الاخضر اللي معانا اهوت. اهو يا حبايبي، المحشي بتاعنا اهو بعد ما حشيناه وخلصناه. ودي معلقة الصلصة اللي كبشة الصلصة اللي شريتها قلتلكوا هحتاجها، بتحطيها على وش المحشي بتديله لون وبتديله شكل كويس. اهو هنزل بيها كده بحبة شوربة بس عشان تفك معايا اهيت. نزلت على وش الحلة اهيت، وهبدأ اسقي المحشي بتاعنا بالشوربة تكون فايرة. القعد بتاعه لازم يكون فاير عشان مش يخليه يفك منكي. اهو يا حبايب قلبي بنزل بالشوربة اهيت، دي شوربة فراخ اهيت، وبتنزلي بيها اهي. وبتشربي الحلة بتهزيها كده علشان المية القعد الشوربة بتاعتها توصل في جميع ارجاء الحلة اهيت اهي. وبتحطيها على نار عالية اهو يا حبيبة قلبي. اهو يا حبيبي بتسيبيها على نار عالية وبتسيبها لغاية لما تتشرب خالص، بتنقليها بعد كده على نار هادية خالص. وادي منظر المحشي بتاعنا اهو بعد ما استوى اهوت. مش مطلع رز ولا مطلع اي حاجة، بس الاضاءة بس مش ظاهرة، الاضاءة معلش وحشة شوية. الاضاءة والله ظلماه، هو كان كويس خالص، طعمه والله كان رهيب. والمحشي بتاعنا اهو كل محشية هيت لوحديها هيت، بس هو لسه سخن ولسه طافي عنه النار اهوت اهو. البخار هو اللي طالع، هو اللي ظلم الاضاءة. المحشي بتاعنا اهو اهو، شايفين المحشي بتاعنا اهو زي الوردة اهو. كل محشية بمحشيتها هي، مش مطلع رز ولا فوكك ولا في ولا معجون ولا في اي حاجة. دي السوى المظبوط للمحشي اهو. هسجل المحشي وارجع لكم. ادي المحشي اهو بعد ما السج اهو. ادي دي المحشي، كل محشية هي لوحديها هي، لا مطلع رز ولا في اي حاجة، والمحشية ماسكة نفسيها اهي. كل محشية ماسكة نفسها اهي وزي الوردة اهي اهي. واتمنى ان شاء الله تجربوه، واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور.